مفيش حاجه اتغيرت، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. الريال بيخسر 2-0 على ارضه قدام سيلتا فيجو. انا بجد والله العظيم يعني ايه ده؟ هو انت هتلعب بالاداء ده قدام مانشستر سيتي؟ انت كده بالطريقه دي هتشيل قبح. وافتكروا كلامي، الريال هيشيل قدام مانشستر سيتي. ده لو لعب بالطريقه دي، لو لعب بالطريقه دي وبالاداء ده، الريال هيشيل قبح من مانشستر سيتي والله بجد. يعني ايه الاداء ده؟ يعني ايه الاسلوب ده؟ قلت لكم يا جماعه ايه 100 مره، قلت لكم ايه يا جماعه؟ ما تاخدوش ورا كلام الصحف، ما تمشوش ورا كلامه خلاص. كل ده بيبان في الماتشات. فينيسيوس جونيور اتحول لمهاجم تاني، تمام. هل في حاجه اتغيرت؟ لا. هل بقى يروح يضغط على المدافعين؟ لا. مفيش حاجه، مفيش جديد. الراجل لعب بكام خطه؟ لعب ولا ب 20 خطه ولا اكتر من ساعه بدايه الموسم. يلا بينا استعدوا مع جو تاكتكس يا جماعه. قلت لكم ايه انا قبل كده؟ الدفاع، المشكله في الدفاع، تمام. بس ايه اللي مجرى كل فريق؟ ما اصل ما حدش يقعد يقول لي برافو سيلتا فيجو وعاش واه. لا يا عم، اقول لك على حاجه، اللي مجرى فريق زي سيلتا فيجو عليك كده هو عدم الضغط بتاعه والله. يعني اقول لك على حاجه، برشلونه، اقول لكم على حاجه، برشلونه يعني ايه كانت المشكله عندها؟ في الدفاع المتقدم. الدفاع المتقدم الخطه اتكشفت، مصيده الاوفسايد الخطه اتكشفت. بس برضو كان في مشكله تانية غير كده. المشكله التانية هي ايه بقى؟ ان هم ما كانوش قايمين بدور الضغط بتاعهم كويس. لما اللعيبه دلوقتي قامت بدور الضغط بتاعهم كويس، ما بقاش في فريق دلوقتي بيتجرأ على برشلونه. اهو دلوقتي ريال مدريد ايه اللي حصل في بدايه الموسم؟ كان عامل بدايه دفاعيه كويسه، اللي كان قايم بدور الحديه والضغط العكسي وكل حاجه بشكل كويس. لكن دلوقتي مفيش، اللعيبه مش قايمه بدور الضغط خالص. يعني رجعت ريما لعادتها القديمه. يعني حتى المدافعين ما بيضغطوش خلاص. يعني لا خلاص يا عم، المهاجمين ما بيضغطوش، احنا كمان مش هنضغط. لا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده كل فريق بيطلع بالكره بشكل كويس، كل فريق بيوصل للجون بتاعك بشكل كويس. اي فريق بسبب دفاعاتك اللي زي الزفت بيلعب على اسلوب اللعب المباشر وعلى المرتدات وعلى التحولات السريعه. قلت لكم كده، قلت لكم ان سيلتا فيجو بيلعب على التحولات السريعه. اقفل العمق بتاعك، العمق ما اتقفلش حرفيا. بص، ما بين كل لاعب ولاعب مسافه 2 متر. الله، والله العظيم الريتم حرفيا بطيء. الريال يا جماعه، حد يقول لي كده يا جماعه الريال عمل ايه؟ حد ينزل كده يقول لي في الكومنتات الريال عمل كام هجمه كده على سيلتا فيجو؟ الريال عمل كام هجمه على سيلتا فيجو؟ مفيش ولا هجمه حلوه خطيره على سيلتا فيجو، هي غير تقريبا اخطر حاجه بتاعت اردا جولر. شكرا على كده. اقسم بالله سيلتا فيجو عندهم مساحه ما بين الخطوط. بس انا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي عملته ما بين الشوطين، انا نزلته على التيك توك، قلت لكم ايه؟ ان الدفاعات بتاعت اي فريق بتبقى حماده في كل الماتشات، عند الريال بتبقى حماده تاني خالص. حراس المرمى بيبقوا حماده في الماتشات، عند الريال حماده تاني خالص والله العظيم. مفيش جديد. قلت لكم ايه في الفيديو اللي ما بين الشوطين؟ كسر من اعتماد على الكرات الطوليه، اعتمد على اعتماد الكرات الطوليه، اعتمد على الكرات الطوليه. نتيجتها انك لما اعتمدت على الكرات الطوليه كسرت بيهم الدفاعات، تمام، وضيعت انفرادتين. في الشوط الاول الكره الطوليه بتاعت روديجير اللي اعتمدت فيها على اللي لعبها لفينيسيوس جونيور صدها الحارس. كذلك برضه في الشوط الثاني مبابي طبعا فوق الحارس، راحت طبعا طلعت بره. فالمفروض ان انا في ماتشات زي دي طب احاول افتح عرض الملعب، تمام، اجري اللعيبه في الهاف سبيس، اعتمد على الكرات الطوليه. قلت لكم يا جماعه الفريق ده عنده مشاكل في العرضيات وحصل، تمام. في الشوط الاول ضيعنا كوره حلوه الصراحه من الركنيه. طب بصوا يا جماعه، يعني في لقطه الهدف الاول ركزوا كده معايا، اللاعب اللي جاب الهدف، طب بذمتكم مين معاه هنا؟ مين معاه؟ والله بجد مين معاه؟ مفيش حد معاه. يعني ايه ده؟ انا بصوا هفضل ادعم تشابي الونسو، هفضل ادعم الراجل ده، وانا ولسه عند رايي وما زلت مقتنع بالراجل ده. انا لسه ما زلت مقتنع الراجل بيغلط، بيغلط، تمام. وهقول لكم دلوقتي ايه الغلطات اللي غلطها. اول حاجه، انت ليه مصر يا الونسو ان انت تلاعب راؤول اسينسيو باك يمين؟ انت كده فقدت اسينسيو في نلعب في دور المدافع. طب انت عندك ميليتاو اتصاب، اعمل ايه؟ الله ينور عليك، ارجع اسينسيو مكانه، اخلي فالفيردي باك يمين، تمام، ورودريجو بتاع ده، وانزل رودريجو. طب انت لما نزلت رودريجو ليه بتنزله جناح يمين؟ اللاعب كان صريح معاك من الاول هو مش عايز يلعب جناح يمين، يبقى تلعبه جناح شمال.
فيران جارسيا ده خلاص ما ينفعش يلعب تاني. انا بعترف وانا قلت لكم من قبل كده ان هو يعني بديل مناسب لالفارو كاريراس الصراحه، من بعد اللي انا شفته بادائه بسبب ادائه الصراحه في كاس العالم للانديه لكن الصراحه فلا. كمان اللي بيزيد غطى اصابه ميليتاو اللي التقارير اثبتت اصابه طبعا في عضله فخذه الايسر، وطبعا يعني ده التشخيص المبدئي، والتشخيص المبدئي بيقول انه هيغيب من اسبوع ل3 اسابيع، ولسه بقى هيستنوا الثاني يعني، وبرضه في احتماليه ثانيه انه يغيب من 4 ل8 اسابيع. ريال مدريد خلاص يعني خلاص. قلت لكم يا جماعه الفريق ده بيلعب على التحولات السريعه المرتدات. الفريق اللي قدامك النهارده سيلتا فيجو بسبب طبعا ان الاطراف بتاعتك النهارده كانت ضعيفه، تمام، لعبوا عليها والله العظيم، لعبوا عليها بسبب ان الاطراف بتاعتك كانت ضعيفه، لعبوا عليها بشكل كويس، كانوا ماسكين نص الملعب بتاعك. قلت لكم 100 مره قبل كده انا ما عنديش بلينجهام، ما عنديش مشكله ان بلينجهام يلعب رقم 10 بس يخدم، لكن برضه بلينجهام ما بيخدمش. فالصراحه يا جماعه ما فيش اي جديد خالص، تمام. انا بعد كده مش هعتمد كلام صحف، مش هصدق كلام صحف يتقال على ريال مدريد، انا هعتمد بعد كده في الماتشات الصحف تقول اللي تقوله. انا كيوسف مش هعتمد الكلام الصحف بعد كده، الصحف يقولوا اللي يقولوه. يقول لك اصل هما بيلعبوا تشابي الونسو، الاداره بتدعم على اللعيبه، لا يا حبيبي. طب ما هو ظهر التقارير ان هم بيدعموا الايه؟ تشابي الونسو على اللعيبه، حصل تغيير؟ حصل حاجه؟ ما حصلش ولا اي حاجه. فلا. وزي ما قلت لكم غلطه تشابي الونسو ان هو عمل ايه بقى؟ ان هو لما جه وقع بشروط الرئيس، المفروض ان انا جاي مدير فني اوقع بشروطي انا، توقع بشروطك انت، اوعى توقع بشروط الرئيس. يعني الله يمسيه بالخير زين الدين زيدان اللي ما عملش حتى ولا اعتبار لفلورنتينو بيريز. يا جماعه انتوا تخيلوا معايا ان سيلتا فيجو كان ضاغط على ريال مدريد في بدايه الشوط الاول، تمام، والريال مش عارف حتى انه يطلع بالكوره، مش عارف حتى انه يبني لعب. دي كارثه. كارثه لما الاقي كل فريق بيتجرأ على نادي زي ريال مدريد. ده معناها حاجه ان اللعيبه، وهفضل اقولها لكم ودي هفضل اقولها في كل حلقه لنادي ريال مدريد، اللعيبه مش قايمه بدور الضغط بشكل كويس، اللعيبه مش قايمه بدور الضغط. خلاص. اللي مخلي كل فريق متجرأ عليه كده اللعيبه مش قايمه بدور الضغط بشكل كويس. حد هيقول لي طب عرفت ازاي؟ ارجع لاول الموسم شوف الريال كان بيعمل ايه في كل فريق لما كان بينزل. فده كل اللي عندي يعني، وده كل اللي قلته بس كده طبعا. ودي كانت نهايه حلقتنا. ولو انت بتحب الكوره من زاويه تحليلات ناريه واخبار سريعه يبقى تابعني على كل المنصات، تمام. لينك المنصات هتلاقيها طبعا في الديسكربشن من تحت. وكان معاكم يوسف عمرو من برنامج جو تاكتكس، في انتظار تعليقاتكم وراكم.